كان السلف رحمهم الله تعالى يقبلون في شهر شعبان على تلاوة القرآن، هذا من فقه السلف. خرج ذات يوم خباب بن الأرت رضي الله عنه فرأى جارا له فخرج إلى المسجد فأخذ بيده وقال له: تقرب إلى الله بما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، كلام الله جل وعلا. فإذا أردت أن تصيبك النفحات والرحمات في هذا الشهر تتقرب إلى الله بكثرة تلاوة القرآن الكريم. ولهذا كان السلف رحمهم الله، بعض السلف يسمون شهر شعبان شهر القراء. كان عمرو بن قيس رحمه الله تعالى إذا دخل شعبان يغلق دكانه ويتفرغ لتلاوة القرآن، يقول: إنما هو شهر القرآن. يعني عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا. وفي حديث آخر: ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان. فحتى لا يشبه شعبان برمضان فلا يصام كله، وإنما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شعبان لغفلة الناس عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل: تصوم كثيرا في شعبان؟ قال: إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، لأن رجب من الأشهر الحرم ورمضان معروف قدره عند المسلمين، فيغفل الناس عن شعبان، فكان النبي يصومه لينبه الناس لذلك. وهذه تسمى بالعبادات التي يغفل عنها الناس، تكون لها ميزة. لذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، وهو إحياء عبادة غفل عنها الناس ونسيها الناس. صيام شعبان يقولون على 3 درجات. أحيانا يكون الصوم في شعبان واجبا، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب صوم شعبان لمن عليه قضاء من السنة التي قبلها، لأنه لو أخر الصيام إلى رمضان الذي بعده فإنه يأثم عليه كفارة. وأحيانا يستحب الصيام، ويستحب الصيام في ابتداء هذا الشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر هذا الشهر كما جاء من حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. الحالة الثالثة أن يكره الصوم فيه، يكره الصوم فيه، وكراهة الصوم فيه في حالتين. الحالة الأولى في صيام آخر يومين منه من باب التطوع المطلق وليس من باب اعتقاد أنها من رمضان. والحالة الثانية إذا اعتقد أنها من رمضان حرام بإجماع، وإذا تطوع مطلق قيل إنها كراهة في المذهب وقيل إنها محرمة، والذي رجحه يعني الشيخ تقي إنها محرمة ذكرنا باعتبار نجمع كل من قال بالكراهة. طيب، الحالة الثانية إذا كان قد انتصف شهر شعبان ولم يبتدئ الصيام فيه وإنما أراد أن يتطوع بالنصف الثاني، فقد جاء في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في هذا الوقت، فإذا انتصف أي شهر شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث وإن كان ظاهر إسناده الصحة إلا أن بعض من أهل العلم أعله بالنكارة، نكارة المتن، وبعضهم جمع بينه وبين صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان بأنه من انتصف شهر شعبان ولم يصمه فإنه يكره له صيام النصف الأخير، وهذا من باب إعمال الحديثين معا. الصوم الذي يحرم أولا يحرم صيام نصف شعبان يوم 15 من شعبان إذا كان بقصد تعظيم هذا اليوم لأنه بدعة، هذا واحد. الأمر الثاني يحرم تقدم شهر رمضان بيومين إذا كان الظن أنها من رمضان